هنعمل بقى النهاردة الخيار المخلل. زي ما انتوا شايفين كده طريقته جميلة جدا وسهلة، وشايفين القرمشة كمان، والطريقة سهلة جدا هنوريها لكم دلوقتي. حاجة جميلة جدا. طبعا هنغسل الخيار ونحاول بقى نجيبه صابح كده عشان ايه يبقى مقرمش معانا في الوصفة. طبعا نجيب برطمان ونرصهم بالطريقة دي كده جنب بعض، وهنخليهم ساندين بعض كويس بالطريقة دي كده. وبعد كده هنحط لهم قرنين فلفل كده ايه يطعموهم، وكام فص كده توم بيدوله طعم جميل، وبرده كام ورق لورا كده. وبعد كده بقى نعمل له المحلول. هنحط نص لتر مية وعليهم معلقتين ملح ونص معلقة سكر كبيرة ونص كوباية خل وربع معلقة شطة. هو ده المحلول. طبعا حاجة بسيطة جدا وسهلة. وهنفضي المحلول اللي احنا عملناه على الخيار، وفي الآخر خالص هنديهم معلقتين زيت. أهم حاجة بقى نقفلهم كويس. طبعا جبت كيس كده، قفلت البرطمان كويس جدا، ان هو أهم حاجة تقفله كويس بس. وبعد 3 4 أيام هيبقى بالشكل الجميل دوت. وبصراحة يا جماعة الخيار المخلل بيحلي أي أكل، طعمه جميل جدا والواحد ما بيستغناش عنه في الأكل بصراحة. طبعا شايفين النتيجة، بسم الله ما شاء الله طلعة جميلة جدا. بس يا باشا متنساش بقى الاشتراك والإعجاب، وبألف هنا وشفا على عيونكم.